هذا مطعم يقدم اكل حلال بكوريا. طبعا اكثر شيء حلو ان هنا حاط لكم سوجو حلال. هاي هنا وصينا بيبيمباب اللي هي واحده من اشهر الاكلات الكوريه. المكونات تكون عباره عن بيض وكيمشي ولحم ورز وخس، ايضا جزر. هذا هنا بعد ساعه من البحث طلع هذا فطر. المقبلات مالتهم هنا سردين وكيمشي ونوع من السمك. وهاي هنا التبوك الغني عن التعريف، وهذا هنا عبارة عن رز وأعشاب بحرية. عن طريقة تحضير البيبيمباب بتكون عن طريق خلط كل المكونات سوا. يعني إذا ما تنخبط وياكم تديرون شوية من هذا السوق تكمل يعني. طبعا هو صحيح انه شكلها قبل احلى، بس يعني انه هذا الشكل النهائي. طبعا التاريخ يقول ان البيبيمباب تعتبر اكلة الملوك هنا، لانه كانوا من الصعب ان يجيبون تمن وبيض وهاي السوالف. طبعا هسه نجربه نسمي بسم الله. والله صراحة غير طيبة. وهسه نبلش الثاني اشهر اكلة في كوريا اللي هي التبوكي. طبعا انا عندي مشاكل لازمه هاي كل مره اغلط فيها، فنسمي بسم الله. ليش احتاج شاقه ومراكل شاقه. بسم الله. والله طيب همين. الكيمشي هنا يستخدمون شلون الطرش، يعني بنشيلوه هيك ويا التمن وتاكلوه. انا هذا من بعد ما كسرته طلع هذا كيمباب. والكيمباب هو عباره عن تمن وتونه، وهذا اللي هو يسموه الكيم، او خلينا نقول انه عشب بحري. هاي الاكل كان كلش طيب، بس للامانه سعره غالي مقارنه بالاكل الكوري لانه حلال.